عارف ان انت لو معاك 200,000 جنيه تقدر تبقى مليونير؟ تعال اقولك ازاي. العقارات اسمها الابن البار لان هي الاستثمار اللي عمره ما يخسر. العقارات استثمار مفيد لان هي تقدر تعيش فيها، تقدر تبيعها، تقدر تأجرها، ليها استخدامات كتير وعمر ما سعرها بينزل ابدا. فلما تيجي تشتري عقار وعايز تكسب وتبقى مليونير منه لازم تفكر في كذا حاجة. اولا استثمار، يعني دايما اشتري في مدينة جديدة، ده بيبقى احسن استثمار علشان انت بتاخد بأقل سعر، بس اتأكد الأول ان انت بتشتري منطقة مستقبلها حلو. احنا في مدينة الشيخ زايد الجديدة دي دلوقتي اتجاه الدولة، كل المطورين الكبار هناك، عندك ناس زي اعمار وصادق واورا وماونتن فيو وشركات تانية كبيرة زي تاج مصر وتطوير مصر، كله واخدين هناك. فده يديك مؤشر ان الدنيا هناك في الطالع. غير ان احنا عندنا دلوقتي اسعار لسه حلوة جدا، تقدر تشتري فيلا بسعر شقة في الشيخ زايد الجديدة، تقدر تدفع 200,000 جنيه وتمتلك فيلا. طبعا انت بتفكر ازاي دلوقتي اقدر اخلي 200,000 جنيه بتاعتي تكبر وتكسبني في المستقبل. هقول لكم ازاي بمثل حي. احنا مثلا في شركة مالفرن في منطقة الشيخ زايد الجديدة كان عندنا مشروع اسمه ريا. تعال نشوف في سعر لانش الفيلا كانت ب2 مليون جنيه، بعد 3 شهور بس نفس الفيلا دي ب300 ل3,700 في 3 شهور. انت متخيل لو انت اشتريت ايام ما كانت ب2 مليون ودفعت مقدم 200,000، جيت بعد كده تبيعها مثلا ب2,600 2,700 في 3 شهور، تقدر تكسب فيها قد ايه وهتبقى اقل من سعر الشركه ازاي؟ طبعا معدل النمو الدبل ده في خلال 3 شهور، تخيل لو استنيت سنه او 2 او 3 كمان تكسب فيها قد ايه. فهي دي الفكره، ان انت تقدر تكسب بسرعه، تشتري فيلا تبيعها تاخد الربح، جزء منه ليك جزء منه تشتري تاني، وبكده تقدر ان انت تنمي راس مالك. طيب هتفكر انا لما اشتريها دلوقتي هعرف ابيعها ازاي؟ احنا الشركه الوحيده اللي بتوعدك ان انت لما تيجي تبيع احنا هنبيعها لك، فده يضمن لك ان انت تقدر تبيعها وتكسب فيها كويس جدا. احنا في مالفرن بنعمل كذا حاجه تضمن لك ان انت الاستثمار بتاعك يبقى ناجح، زي ان احنا بنحط رينج انه كل الناس تقدر تبيع مش اقل من الرقم ده ومش اكتر من الرقم ده، علشان ما يبقاش في حد مثلا بيقلل من السعر فانت ما تقدرش تبيع بسعر كويس. غير ان احنا بنعرضها على الانفنتوري الرسميه بتاعتنا كشركه، وكل السيلز اللي عندنا بيشتغلوا عليها. فطبيعي لما انت تنزل وحده اقل من سعر الشركه ب600,000 ب500,000، اكيد انت وحدتك اول وحده هتتباع وهيبقى عليها طلب كتير جدا. فبكل بساطه احنا عايزين نكسب الناس وان الناس تكسب معانا ونكسب مع بعض، وده يبقى انجح استثمار لينا كلنا. لو عايز تعرف ممكن تكسب قد ايه وازاي وايه احسن مشروع دلوقتي للاستثمار عندنا، كلمنا وحد من الخبراء هيقعد معاك وهيشرح لك كل حاجه.